البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير. فيديو اليوم راح نتكلم لكم على عطر اللي مؤخرا دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت جربته وحبيت نشارككم تجربتي فيما يخص هذا العطر. هو عطر الشرقي. الناس اللي يحبوا العطور الشرقيه وعندهم ميول للعطور الشرقيه. اليوم حبيت نتكلم لكم على عطر يارا الوردي. كنت في الحقيقة جربت عطر أميرة العرب وجربت عطر يارا. اللي عجبني أكثر هو عطر يارا. ثمن هذا العطر من 110,000 حتى 120,000. هذه القارورة العادية اللي راهي في الفيديو. أما العطر اللي في الصورة تلقاه تقريبا من 250 حتى 300 حتى 400,000. بالنسبة لهذا العطر قلت لكم هو عطر شرقي، والمعروف أنه العطور الشرقية ريحتها بزاف قوية، لأنه المشارقة يحبوا بزاف العطور اللي يكون فيها عطر العود، العطور اللي يكون فيها البخور، بالتالي تلقاو ريحتها قوية. بعكس هذا العطر تماما، هو عطر بزاف هادي، عطر بزاف بودري. أما فيما يخص مكوناته، يعني لما تشموه في أول لحظة رايحين تشموا ريحة الورد، يعني ريحة بزاف خفيفة. من بعد تشموا فيه ريحة الفواكه الاستوائية كما فواكه الغابة، كما العنانة، كما اليوسفي، يعني تشموا واحد الريحة تاع حمضيات. فيما بعد تشموا ريحة المسك، ريحة خشب الصندل، ريحة الفاني. يعني هذه الريحة الأخيرة هي اللي تبقى فيكم. هذه أهم النقاط اللي يحتويها هذا العطر. الناس اللي يهمهم تفاصيل العطر راني حاولت نشرح لكم ونقرب لكم الصورة نوعا ما، لكن في الأخير يبقى عطر خفيف، عطر بودري. أنا نشوفه مناسب أكثر لفصل الربيع وفصل الصيف. الناس اللي ما يحبوش يديروا العطور القوية والعطور القاصحة شوية، هذا يناسب فصل الربيع وفصل الصيف. البنات اللي يحبوا ريحة لافاني، ريحة المسك، هذا العطر راح يناسبكم. ويبقى في الأخير العطور قضية أذواق. كاين عطر ممكن أنا يعجبني ويعجب أخرى وما يعجبش أخرى، ممكن كاين عطر يعجبكم أنتم وأنا ما يعجبنيش. يعني يبقى قضية أذواق، يعني حسب مكوناته وحسب ميول كل شخص. أنا حاولت نوضح لكم الصورة، وصدقوني إلى لقيتوه شموه ريحته بزاف هايلة وريحته بزاف خفيفة. نتمنى أنني نكون فدتكم. تهلاو في رواحكم حبيباتي، سلام.